عايزين بقول لك فرحان مكسر. صراحة بس على راسك في عمر مكرم. انا كنت هقعد بضحك طبعا طبعا. لا ده الناس لا وليه سمية الخشاب كلمتني برضه طلعت متكسره وتقريبا ناس تعويض. تقريبا رامز المره دي داخل في شروع في قتل. لا ده شروع في قتل على فكره، عشان انت لما بتفتح البتاع الكوبري مره واحده وتنزل، واخد بالك، ما هو هم اتعوروا من ايه؟ من النزله اللي نزلوها وقعوها. ايه اللي اجراءات الحركه هتاخدها؟ عايز ده بلاغ للنائب العام يا بيه، ده راجل شروع في قتل، بدأ شروع في قتل. عمرك شفت مذيع؟ ما احنا في اخر الزمن يعني بيعمل حوار، يجيب ضيف وقال لك خلاص بعمل حوار، يوقفه بتاعه ويقول له افتح له الكوبري او يجيب له كلب يجري وراه، واخد بالك. فللاسف الشديد يعني هو وصل مرحله من الجنون والعبث اللي ما فيش حد همه. وبعدين انا اشوف الخواتم بتاعته كلها بتاعت عبده الشيطان. ومش رامز بس، ما في برنامج تاني ضيفه بتقعد تشخط في مذيعه، بتشخط في الضيوف. اسكت صباحها اللي بعده شيخ الحاره قول يا مش عارف مين دي مره قالت لضيف عندها مش عاجبه غور. يا جماعه لا، احنا وصلنا لمرحله لازم يكون في رقابه على الاعلام. لا مفيش رقابه خلاص. كابتن عبد الناصر الزدان قال ان حضرتك هتكون المحامي والوكيل بتاعه في موضوع رامز، فعايزين برضو نعرف. انا فرحان انه اتكسر. عايزين